اخواتي، مساء الخير عليكم جميعا. يسعد اوقاتكم يا رب. يسعد اوقاتكم. في ناس كتير بتبعت لي كومنتات من دول كتير مختلفة، على راسي كلهم، على دماغي والله. لكن المهندس بتاع اللي ماسك الشغل، اللي هو بيديني التعليمات اللي انا ارفع بيها فيديوهات، بيقول لي مصريين. يعني بيجي لي ناس من سوريا بتراسلني، من هنا، من العراق، من دول متعددة مختلفة يعني. لكن المهندس عايز العمالة كلها تكون عمالة مصرية. إيه الهدف من كده؟ ما اتدخلش في اللي ماليش فيه يعني. يعني وهو باعت لي محادثات على الواتساب، وهنشرها على في نهاية الفيديو إن شاء الله. وطبيعة العمل والمشاريع اللي المهندس ماسكها. هو مهندس ومقاول، يعني هو اللي بيمسك المشروع كله، من الأرض من إبرة للصاروخ زي ما بيقول. يعني مثلا يمسك كومباوند كامل، بيبني عماير، وبيعمل استوديوهات دي زي الفيلا اللي عندنا في مصر يعني، او مناطق زي الشيخ زايد والتجمع والكمباونات والكلام ده كله. هو دي الحتة بتاعته. فهو عايز العمالة كلها تكون مصرية، يعني التقديم للمصريين فقط، الشغل اللي هي مطلوبة دي. وبالنسبة للرواتب وكده، كلها من المهندس بتاعنا. بياخد هو تلت الأجر شهريا، والباقي بتاخده انت. التلت ده مقابل، قلنا مقابل السكن، المعيشة، وانه بيعمل لك ورق في اي مشكلة ليك في الدولة، هو بيخلصها لك كده يعني. كله مية مية. انا بالنسبة لي، انا عمل لي كشف حساب بنكي عشان يخلص لي ورق الإقامة بأسرع وقت يعني. والدنيا جميلة والله هنا. انا عن نفسي مرتاح في الشغل الحمد لله، وربنا يوفق الجميع. وفي فيديو تاني لحم في الفيديو ده، هلحمه في الفيديو ده على طبيعة العمل والمشاريع اللي احنا شغالين فيها. السلام عليكم. احلى مسا عليكم.